قادة الأهلي وعلى رأسهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه يحفزون اللاعبين لزيادة التركيز وتجنب أخطاء المباريات الماضية لاستعادة الصدارة قبل المرحلة الحاسمة. حالة ارتياح للجهاز الفني بعد تعافي تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وظهورهما بشكل جيد في التدريبات. عمرو الجزار يتعافى من الإجهاد ويعود للتدريبات، بينما هادي رياض يحاول استغلال الغيابات للتقدم في ترتيب المدافعين. جلسة خاصة من المدرب مع حسين الشحات للمطالبة بمجهود أكبر واستغلال الفرص للحصول على دقائق أكثر. رضا عبد العال يهاجم الحكم أمين عمر ويتهم التحكيم بمجاملة الأهلي قبل مواجهة الترجي. جدل تحكيمي في تونس بين الملعب التونسي والترجي حول ركلات الجزاء في مباراتهما الأخيرة. الأهلي ينفي ما تردد عن التفكير في التعاقد مع محمد النني لتعويض رحيل آليو ديانج وسط اهتمام تركي بالأخير رغم اتفاقه مع فالنسيا. محاولات لإيجاد عرض أوروبي جديد للاعب بلال عطية بعد رفض الأهلي العرض الإسباني. تحفظات داخل الأهلي على عودة هيثم عرابي لإدارة لجنة التعاقدات. شركة اتصالات إماراتية تقترب من رعاية الأهلي، واستعدادات لبدء خرسانة استاد النادي بتوجيه من محمود الخطيب لتسريع الافتتاح. عماد النحاس مهدد بالإقالة من تدريب الزوراء بعد خسارة جديدة. تألق وسام أبو علي مع كولومبوس كرو بتسجيل وصناعة هدف في افتتاح الدوري الأمريكي. سون هيونغ مين يقود لوس أنجلس اف سي للفوز على انتر ميامي بثلاثية نظيفة. بيراميدز يعد لاعبيه بمكافآت فورية للفوز وتحذيرات من معتمد جمال للاعبي الزمالك. استمرار استبعاد محمد عبد المنعم من مباريات نيس لعدم الجاهزية. رضا سليم يعود للتسجيل مع الجيش الملكي. مدرب سابق للمهاجم كامويش يؤكد حاجته للوقت للتأقلم وعدم الحكم عليه سريعاً. توقعات من كريم ذكري وياسر ريان باستمرار اشتعال المنافسة وترجيح تتويج الأهلي بالدوري، مع إشادة كبيرة بمستوى يوسف بلعمري ومعاناة دفاعية بسبب ضعف الضغط الأمامي.